بيبدأ الفيلم مع تيدي وهو رايح يقابل حبيبته بيكا عشان يحتفلوا برأس السنة الجديدة، لكنه بيتلخبط وبيسلم على واحدة تانية لابسة نفس الفستان وبنفس الطول وبيكون اسمها ليان، وبيعتذر لها عن الخطأ اللي عمله. فبيضحكوا على اللي حصل وبيتعرفوا على بعض، ومع مرور الوقت بينفصل تيدي عن بيكا وبيقرب من ليان، وبيحبوا بعض وبيتفقوا كمان على الجواز. وفي يوم بيكون تيدي عند قبر والده عشان يعرفوا على ليان ويحكي له عنها، ولما بتروح تستناه في العربية بتجيله ست وبتبارك له على خطوبته لأنها سمعته وهو بيكلم والده المتوفي، وبتسأله عن ميعاد الفرح، فبيقول لها إنهم مأجلين الفرح للوقت المناسب. فبيبان على الست إنها متضايقة، وبتقول له إن دلوقتي هو عنده الفرصة عشان يعيش حياته، وبتسأله هيعمل إيه لو الوقت عدى بسرعة من غير ما يشوف اللي بيحلم بيه بيتحقق. وبتقول له إنها قررت تديله هدية للفرح اللي هيكون بعد أسبوعين. وبيبدأ تيتي يتعصب من تدخلها الغريب في حياته لحد ما ليان بتجيله عشان تسأله عن سبب التأخير، وساعتها الست بتدبسه وبتقول لها إنه هيتجوزها بعد أسبوعين. وبتبقى ليان طايرة من الفرحة وما بيقدرش وقتها تيتي يتصرف، وبتقول له الست إن الإنسان بيعيش مرة واحدة ويبقى يستنى هديتها. وبيعدي اسبوعين وفعلا تيدي وليان بيتجوزوا في حضور سام صديق تيدي العزيز، وبيوصلوا للبيت وبياخدوا سيلفي قدامه، وبيكون البيت لسه ما اتفرش بشكل كامل. وبيقرر تيدي يفتح الهدايا اللي جات لهم من اصحابهم، وبيلاقي هديه غريبه عباره عن علبه صفيح فيها حاجات جواها ليها صوت ومكتوب عليها انها ما تتفتحش الا بعد 10 سنين. ولكن ليان بتقول له مش وقته فتح الهدايا. وبمجرد ما بينام بيصحى تاني يوم بيلاقي ان الفرش كله جديد وما بيفهمش ايه اللي حصل، بيفضل مستغرب ازاي ليان قدرت تفرش كل البيت وهو نايم. ولما بيبص وراه بيتصدم لما بيلاقيها حامل، وبيفتكر انها عامله فيه مقلب، وبيسالها عن شكلها بقى كده ازاي في يوم وليله. فبتقول له ان شكلها طبيعي زي اي ست حامل في 4 شهور، بس بيقول لها انهم لسه متجوزين امبارح. لكن مراته بتعرفه ان النهارده عيد جوازهم، وبتفتح الموبايل قدامه وبتجيب له صوره الفرح اللي كانت من سنه بالظبط. وساعتها بتفتكر انه بيعمل كده عشان نسي عيد جوازهم وما جابلهاش هديه. فبتقول له انها مش زعلانه، واضطر انه يسيرها في الموضوع، وبيقول لها مش هينسى تاني وانه محتاج يرتاح شويه. ويا دوب بيروح في النوم وبيصحى تاني بعدها بيلاقي لبسه متغير، وبيحس ان في حاجه غريبه تانية حصلت، وبيقوم يدور على مراته وكان هيخبط فيها، وبياخد باله بسرعه عشان البيبي، لكنه بيلاقي مراته مش حامل، وبيفتكر ان الحمل ده كان حلم وبس. لكن ليان بتقول له انها اكيد مش هتحمل تاني، كفايه اول مره. وفجاه بيسمع صوت طفله بتعيط، وبيلاقي نفسه اب وعنده طفله، وبيشوف بعدها كل الصور اللي متصور فيها مع بنته، وبيفهم ان في سنة تانية عدت من حياته وهو مش فاكر اي حاجة حصلت فيها. وبتعرفه ليان ان بنته اسمها تالولا، وبيتضايق تيدي جدا من اسمها وبيسأل لو ممكن يغيروه. وبتستغرب ليان من تصرفاته، وبتقول له ان الحالة دي بتجيله كل سنة في نفس يوم عيد جوازهم. فبيقول لها ان هو فعلا مش فاكر اي حاجة حصلت خلال السنتين اللي عدوا، وبتحاول انها تغير الموضوع، وبتقدم له هدية عيد جوازهم، وبيكون تيشيرت مطبوع عليه صورتهم. وبتسأله لو كان فاكر اليوم اللي اتصوروا فيه الصورة دي، لكنه بيتلخبط في الكلام لانه طبعا مش فاكر حاجة. وبيقول لها ان الصورة دي كانت في شهر عسلهم، فبتعرفه ان هم اصلا ما عملوش شهر عسل بسبب شغله، وبتتضايق انه نسي عيد جوازهم للمرة التانية. وبيتصل بعدها بسام صديقه وبيطلب منه انه يقابله بره البيت في نفس اليوم السنة اللي جاية ويجيب معاه هدية. وبيبقى سام مستغرب، فبيقول له تيدي انه يزمر بس بالعربية وهو يخرج له على طول. وبعدها بيخبي برتقانة في الزرع بتاع البيت عشان يتأكد من اللي بيحصل. وفعلا بتعدي سنة كمان من حياته بيشوف البرتقانة اللي خباها، وبيبان انه مر عليها فترة كبيرة. ولما بيسمع كلاكس العربية بيخرج لسامو وبيروح يحضنه، وبيقوله ان كان محتاجه جدا. وبعد ما بيحكي له ما بيصدقش سام كلامه طبعا، وبيفتكر انه بيعمل فيه مقلب، وبيشبه اللي حصل بالفيلم اللي بيتعاد فيه يوم البطل كل شوية. وبيحاولوا يفتكروا البطل ازاي خرج بره الدايرة دي، وهو ان بكل الفيلم حاول يصلح المشكلة اللي عنده الاول. وبيروح بعدها تيدي لمراته وبيقول لها انه هيحسن حياتهم سوا. فبتسأله عن بنتهم لانها كانت سايباها معاه، وبيفضلوا يدوروا عليها لحد لما بيلاقوها مستخبية في الخيمة اللي في اوضتها. وبيلاقي بنته كبرت وبيسمع لأول مرة وهي بتقول له كلمة بابا، وبيفرح انه سمع بنته بتتكلم لأول مرة. ولكن ليان بتقول له انها مش اول مرة، وقالت اسم الدبدوب والقطة بتاعتها قبل ما تقول كلمة بابا، وده لانها ما بتشوفوش لانه طول اليوم في الشغل. فبيتعصب من كلامها وبيقول لها ان هم خلاص يخلوا الدبدوب والقطة هم اللي يشتغلوا ويجيبوا فلوس يصرفوا على البيت، وساعتها هو يقعد معاهم.
فبتتضايق ليان من طريقة كلامه وبتقوله إن ده بالظبط مستشارة الزواج اتكلمت عنه عشان الموضوع ما ينتهيش بينهم بانفصال. وبيتفاجئ كالعادة إنهم بيروحوا لمستشارة زواج، وبتطلب منه ليان إنهم يقرأوا الرسائل اللي بيكتبوها من ورا بعض عشان يطلعوا كل اللي جواهم ويحلوا مشاكلهم بهدوء. وبتقرأ ليان رسالتها وبتقوله إنها بتحبه لكنها مش حاسة إنه نفس الراجل اللي هي اتجوزته، وبتتمنى إنهم يرجعوا يحبوا بعض زي الأول. وبيجي الدور على تيدي إنه يقرأ رسالته، لكن بيبان إنه كاتب كلام يخليها تتضايق، فبيفضل يألف كلام من دماغه، لكنها بتسرق الورقة بتاعته وبتلاقي إنه كاتب إنها سبب فشل الجواز لأنها بتجري ورا أحلامها الوهمية في إنها تبقى كاتبة. فبتعرفه ليان إنها بتسعى ورا اللي بتحبه عكسه هو اللي شغال في وظيفة بيكرهها وسرقة كل وقته، وساب التصوير اللي هو أكتر حاجة بيحبها لأنه بيخاف يحلم. ومع ذلك بتروح تجيب له هدية عيد جوازهم الثالث، وبتقوله إنها جابت له محفظة عشان يحط فيها أكتر حاجة هو بيحبها وهي الفلوس. وبيفضل تيدي واقف ماسك المحفظة وهي فاضية، وفجأة بيلاقي إن سنة كمان عدت من حياته ومحفظته بقى فيها فلوس وصور لعيلته. وأول حاجة بيعملها هي إنه بيدور على مراته وبنته في البيت، وبيسمع صوت جرس الباب وبيكون سام صديقه جايله. وبيحاول تيدي إنه يتصل بليان عشان يطمن عليها، لكن سام بيقوله إنهم منفصلين من مدة وليان سابت له البيت. وبيطلب سام منه إنه يبص على كدمة ظهرت فجأة في ظهره ومش عارف سببها إيه، وما بيهتمش تيدي بكلامه. وبيعرف وقتها إن حياته اتدمرت في السنة اللي عدت وإنه ما قدرش يحافظ على زواجه. وبيروح يجيب حاجة يشربها لكنه بيلاقي حاجات اختفت من قدامه وسام ما بقاش موجود، فبيعرف إن في سنة كمان عدت من حياته. وبيفضل يتمشى في البيت لحد ما بيتفاجئ بوجود بيكا حبيبته السابقة، وبيسألها هي ليه موجودة هنا. فبتعرفوا إنهم على علاقة ببعض من شهر فات، وبيفهم إنه لسه مرجعش ليان وإنه رجع لبيكا. وفجأة بيلاقي ليان بتضرب الجرس، فبيطلع بيكا من الباب الخلفي لحد ما يفتح لليان، وبيخبي بيكا هناك. ولما ليان بتدخل بتتأسف له إنها قررت الانفصال عنه وعلى كل اللي حصل بينهم، وزي ما هي اتأسفت بتطلب منه هو كمان يتأسف على اللي عمله، لكنه ما بيكونش عارف يتأسف على إيه لأنه مش فاكر أي حاجة من اللي حصلت. فبتأسف لها عموما وبيحاول يصالحها، لكن ليان بتاخد بالها إن في هدوم نسائية وكاسين على الترابيزة، وبتفهم إن في واحدة ست معاه في البيت، وبتقوله إنها كانت غلطانة لما حاولت ترجع له، وبتطلب منه الطلاق الرسمي. وبتخرج من بيته وبتشوف بيكا وهي مستخبية عند الباب الخلفي، ولكن بتعدي سنة كمان في لحظة وبيلاقي إن بيكا لسه موجودة وعايشة معاه. فبيقول لها إنها ما كانتش المفروض ترجع له حسب آخر كلام حصل بينهم، وبتشرح له إن هو اللي طلب منها ترجع له، ومن ساعتها وهما مرتبطين. وبيعرف وقتها إن حياته الزوجية اتدمرت، وبيتصل بسام صاحبه عشان يجيله في أقرب وقت ممكن. وبيقول لبيكا إنه كان غلطان لما قالها تيجي تعيش معاه، وده لأن بيحب ليان وعايز يقضي الذكرى السادسة معاها المرة دي. فبتقول له بيكا إنها كانت غلطانة لما رجعت له لأنها عارفة إنه قلبه متعلق بواحدة تانية، وبتوعده إنه بعد ما يرجع من بره مش هيلاقيها في البيت. ولما بيخرج بيكون سام مستنيه، وبيطلب منه تيدي إنه يوصله البيت ليان. وبيلاحظ تيدي إن سام بقى أرفع من الأول وبيهنيه على الدايت اللي عمله، لكن سام بيقول له إنه عنده مرض خبيث وإنه خلاص انتشر في جسمه وعشان كده جسمه ضعف عن الأول. وبيبقى تيدي مصدوم من اللي بيسمعه، وساعتها بيشيل الكاب من عليه وبيلاقي شعره كله راح بسبب العلاج اللي بياخده. وبيعرف من سام إن اتصاب من المرض من 6 شهور، وإن الكدمة اللي كانت في جسمه من 2 كانت بداية ظهور المرض، وكان بيتمنى لو قادر يكتشفه بدري. وبيبقى تيدي حزين جدا عشان صاحبه الوحيد ومش قادر يتصور إنه يخسره في يوم من الأيام. وبيكمل سام طريقه لحد ما بيوصل لبيت ليان وبينزل عشان يقابلها، فبتخرج وبيكون معاها الكلب بتاعها. وأول ما بتشوفه بتسأله لو كان وقع على أوراق الطلاق ولا لأ، لكنه بيقول لها إن دي حاجة مستحيلة لأنه بيحبها ومش هيسمح إنه يسيبها لحد غيره. فبتتضايق ليان من إصراره رغم المشاكل اللي بينهم، وبتسيبه وتدخل بيتها. وفجأة بتعدي سنة كمان من حياته وبيقع في حمام السباحة الصغير اللي ظهر فجأة عند بيت ليان. وبيخرج واحد اسمه باتريك من بيتها وبيقول لتيدي إنهم اتفقوا قبل كده على فكرة ظهوره فجأة قدام بيتهم، وما بيفهمش تيدي مين اللي بيكلمه لحد ما بتخرج ليان من البيت وبتسأل حبيبها باتريك عن اللي بيحصل. وبيفهم تيدي إن ليان نسيته فعلا واتعرفت على غيره، لكنه بعد كل الفترة دي لسه ما وقعش على أوراق الطلاق اللي بينهم. وقبل ما يتخانق مع باتريك بتحاول ليان إنها تهديهم، وبتطلب من تيدي إنه يمشي وينفصل عن حياتها لأنها أخيرا حاسة بالاستقرار بعد ما اتعرفت على باتريك. وكتابها الأول اللي هي أصدرته بيحقق مبيعات كويسة، وبيعرف تيدي منها قصة الكتاب وبيفضل يناقشها فيه. وبيعرف وقتها إنها نجحت بعد ما سعت ورا حلمها، وبيلاحظ إنها قلعت خاتم الزواج فبيسألها هو راح فين، وبتتأسف له جدا على اللي حصل لأنها كانت في البحر والخاتم وقع منها غصب عنها. وفضلت ساعات تدور عليه لحد ما استسلمت
حلمت انها تلاقيه تاني، وبتقوله ان ده ممكن يكون اشاره ليه عشان يمضي على اوراق الطلاق، وبيبقى متضايق جدا لان الخاتم ده كان بتاع امه. ولما بتجيب ليان ورقه الطلاق بيمضي عليها تيدي وهو حزين بعد ما عرف ان حياتهم عمرها ما هتتصلح. وبعدها بيطلب منها انه ياخد كلبها ويتمشى بيه شويه، وبيروح يقعد بيه على البحر. وفجاه بتعدي سنه كمان من حياته، وبيبقى الكلب اللي معاه كبر، وكمان تيدي بقى ليه دقن كبيره، وبيفضل قاعد حزين على اللي بقى فيه لحد ما بيلاقي بنته صغيره وراه بتكلمه وبتساله عن سبب حزنه، وبيقول لها ان الحياه هي السبب، وبيسالها فين اهلها. فبتقول له ان امها بتتسوق في يوم خروجها مع ابوها واللي بيكون تيدي. وساعتها بيستعجب اللي قدامه تبقى تالولا بنته لانها كبرت وبقت بنت جميله من غير ما يشوفها كل السنين اللي عدت عليهم. وبيكلم بنته لاول مره من سنين طويله، وبيقول لها ان اهم حاجه في الحياه هي استغلال كل دقيقه فيها، وانها لازم تسعى ورا حلمها زي امها ايا كان حلمها، وما تضيعش ولا ثانيه من حياتها لان الوقت اللي بيروح مش ممكن يتعوض. وفي نهايه الخروجه بتقول له بنته انها دايما بيوحشها وبتتمنى انه يقضي معاها وقت اكتر لانها ما بتلحقش تقعد معاه. فبيتاثر تيدي بكلامها وبيقول لها انه كان يتمنى يكون شخص طبيعي زي بقيه الاباء. ولما بيقابل ليان بيقول لها انه فخور بيها وبكل اللي هي عملته في حياتها ولبنته. وبتدخل ليان وبنتها للبيت، وبيفضل تيدي واقف بره وبيبص لنفسه وبيلاقي ان في سنه عدت عليه كمان، وبيكون شكله اتحسن عن السنه اللي قبلها. وبيفضل يخبط عليهم تاني لكنهم ما بيفتحوش، فبيقرر انه يتصل بسام لكنه بيكتشف ان الرقم بتاعه مش موجود، وبيفضل يدور عليه وهو خايف لا يكون اللي متخيله حصل. وبيفتح الحساب بتاعه فبيلاقي صوره مع سام في مرحله المرض بتاعه، وبيتاكد ان احساسه صح. وللاسف صديق عمره مات، وبيروح له المقابر وبيفضل يتكلم مع سام وبيلومه انه سابه لوحده وانه كان اقرب حد ليه، وبيبقى حزين جدا لفراقه. وساعتها بتظهر الست العجوز من تاني وبتقوله ان الوقت ما كانش كافي عشان يعمل اللي هو عاوزه، وبيستغرب انها تعرف حالته، وطبعا ما بيكونش فاكرها لانه قابلها من سنين. وبتفكره بنفسها وبتقوله انها السبب في اللي حصل له وان دي كانت هدية جوازه. فبيقول لها ان اللي حصل ده دمر حياته، لكنها بتعرفه ان اللي حصل ما دمرش حياته، وكل اللي حصل انه شاف حياته اسرع شوية، ودي تبقى حياته هو اللي خطط لها تمشي بالطريقة دي. وبتحكي له انها في يوم قبل ما تتجوز الراجل اللي هي كانت بتحبه قابلها واحد اداها نفس الهدية وخلى حياتها تمشي بسرعة، وبسبب الهدية دي اكتشفت انها ما تنفعش تتجوز الراجل اللي كانت فاكراه انها بتحبه، وانها مقدر لها انها تقابل غيره. وقابلت غيره فعلا وعاشت معاه، وفهمت ان اللي هي فيه نعمة مش لعنة، وده نفس السبب اللي خلاها تديله الهدية عشان يقدر الحياة والاشخاص اللي حواليه، لانه ما كانش مهتم الا بالشغل والفلوس وفقد متعة الحياة. فبيقول لها ان حاول يخلي يومه مثالي عشان اللعنة تنتهي، لكن ما حصلش حاجة. وبتعرفه ان الحياة عموما مش مثالية، وكل اللي مطلوب منه انه يحس بقيمتها قبل ما تنتهي. وبتحكي له انهم زمان ما كانش عندهم لعب كتير، وكانت كل لعبتهم هي واخوها انهم يكلموا بعض من خلال علبة صفيح. وبيفتكر تيدي العلبة اللي وصلت له في عيد جوازه وان السر ممكن يكون جواها. وفجأة بيلاقي السنة العاشرة عدت من حياته، فبيجري على بيت ليان وبيسأل عن الهدية اللي جات لهم في فرحهم، وبيقولها انه مش هيطول في بيتها عشان باتريك ما يتضايقش، لكنها بتعرفه ان باتريك انفصل عنها لانه حاسس انها لسه بتحبه. وبيفضل تيدي يدور على العلبة الصفيح، وبيقول لها ان كان المفروض كل سنة يديها هدية في عيد جوازهم، وانه واثق بان هدية عيد جوازهم العاشرة موجودة جوه العلبة دي. وبتجيب ليان فتحت العلب، وساعتها بتتصدم لما بتلاقي الخاتم بتاعها جوه العلبة واللي كان المفروض ضاع منها من سنين في البحر، وما بتفهمش هو ازاي وصل هنا. فبيسألها تيدي هما ليه مش مع بعض دلوقتي وليه بيضيعوا من عمرهم رغم انهم بيحبوا بعض. فبتعرفوا انها ما قدرتش تبعد عنه، ولكن الموضوع مش بالبساطة دي. فبيقول لها انه اتعلم كتير من اللي حصل، وانه كل ثانية بتعدي من حياتهم عمرها ما ترجع، واكتر حاجة اتعلمها انه ياخد باله كويس من اللي في ايده وما ينشغلش عنه لأي سبب لانه ممكن يفقده في اي لحظة. واهم حاجة عنده دلوقتي هو زوجته اللي بيحبها وبنته اللي هي كل حياته. وبيطلب منها انهم يرجعوا لبعض من تاني، واخيرا بتوافق انهم يرجعوا. وساعتها بيفتكر تيدي كل اللحظات اللي عاشها معاها في سنين وكأنها دقايق. وبيصحى بعدها تيدي، والمرة دي بيكون فعلا أول يوم بعد الفرح، وبيعرف إن الحياة ادته فرصة جديدة. وأول ما بيشوف ليان قدامه بيحضنها عشان يتأكد إنه مش بيحلم. وأول خطوة بيعملها هي إنه بيحجز شهر العسل، وبعدها بيتصل بالشغل عشان ياخد أجازة لأنه ناوي يدرس التصوير اللي بيحبه. وبتقوله ليان إنه ما ينفعش يسيب الشغل دلوقتي لأنها مش شغالة ولسه بتدور على فكرة للكتاب بتاعها. فبيقولها على قصة حلوة للكتاب، وبتبقى نفس القصة اللي ليان نجحت بيها إما كانت السنين بتجري بيه. وبعدها بيتصل بسام صديقه، وأول ما بيرد عليه بيبقى فرحان جدا إنه سمع صوته، وبيقول له بكرة لازم يروح يطمن على نفسه ويعمل فحص كامل
بتتعامل على الجلد، وبيقفل معاه وبيقول له زوجته انهم هيبعتوا لصديقته القديمة بيكا العلبة الصفيح لانها تحتاجها جدا في حياتها، وبيفضل يجري في البيت من كتر الفرحة، وبيقول لليان ان من هنا ورايح مش هيضيع دقيقة واحدة من حياته وهو بعيد عن الناس اللي بيحبهم. وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك لو عجبك الفيديو، وتشترك في القناة عشان تتابع كل ملخصاتنا اللي جاية. سلام.